رسالة دنيا باطمة. بارك عليك يا دنيا، بارك عليك. شوف راسك فين وصلتي. عرفتيش علاش؟ هادشي غير دعاود الناس، هادشي غير ذنوب الناس. امنتك وعطيتك فلوسي وعطيتك رزقي، مبقاش على فراغ، وعطيتك رزقي وخويتي بيا وضحكتي عليا وهرستيني، ورغم ذلك باقا ما تبتيش يا دنيا. دنيا راه دواره، قاضيتك، ولكن رغم ذلك طمسولي على الشكايات ديالي. اقسم بالله وجلاله وانا شونيه وجبليه ورزقك على الله، حتى نقاضيك في جميع المحاكم ديال المغرب. ونهار اللي تكون في شي بلاصه كون متاكده يا دنيا انا غادي نجي عندك. انا تنقولها لك لان ما يمكنش انك تدي العرق ديال الناس وتدي الفلوس ديال الناس. انا ما كنتش كنشطح فيهم يا دنيا، انا ما كنتش كنشطح فيهم، انا كنت كنعرق فيهم. واش تجي نتينا ديري عراقي؟ لا، الشوكه ديالي راه خايبه. نهار اللي عليتي دير السما قلت حسبي الله ونعم الوكيل فيك. برهان باين ما عمرك غادي ترتاح الا ما صفيتيش الذمه ديالك وصفيتي الامور ديالك مع الناس، ما غاديش ترتاح. انا كنقولها لك ما غاديش ترتاح، وانا من موراك والزمان طويل ومن الحق ما عمرو كيخيبو ربي. وحسبي الله ونعم الوكيل راه كافيه كافيه. انا امنتك على رزقي وعطيتك فلوسي، ضحكتي عليا وتلعبتي بيا وهرستيني، باقا نقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما جاونيش يسهلين، انا ما كيجيش يسيبوهم عليا هدايا، زي انا ما كيجيش يسيبوهم عليا هدا. انا راه كنعرق فيهم، وانا بنت الشعب مواطنه مغربيه وخدامه على راسي. باش تجي انتي تسرقني وتنصب عليا؟ لا، هادي عمرها اللي ما تكون. خا يوقع اللي وقع، ما تعملش ما تخافش. تحياتي ولاد الشعب. في البداية اللي باغي نقول أول شيء أشكر كل الناس اللي كانوا باغين يدخلوا بخيط أبيض ويحاولوا يحلوا هذه الأزمة اللي كنت كنمر بها أنا والزوجة ديالي. كنشكر كبار الناس وكبار الشخصيات وحتى الناس العاديين وحتى الأصدقاء وحتى المقربين اللي حاولوا يتدخلوا ويدخلوا بخيط أبيض لحل هذه الأزمة اللي كنا احنا نمر بها. أما اليوم أنا مع الأسف ما جيتش نجي ونهدر في الأزمة. أنا غادي نجي اليوم نهدر على نقطة جدا مهمة، نقطة اللي هي الكل خصو يفهمها والكل خصو يعرف إنه أعظم سلاح في الوجود وهو اللي دمر شعوب ودمر عوائل ودمر مستقبل ناس كثيرة، فرق ناس عن بعضها، فرق أب عن بنته، فرق زوجة عن زوجها، فرق ولي أمر عن رزقته، بزاف ديال الأمور. ألا وهو شنو هو؟ ألا وهو الجهل. الجهل يا أخواني هذا اللي احنا عايشينه في هذا الزمن. الجهل اللي وصلنا ليه انه ولينا احنا كنحاولوا نتبعوا اي حاجة كانت ولا نتكلموا احنا في اي حاجة كانت على قبل شنو؟ على قبل الخصلتين اللي مع الاسف موجودة عند الناس كاملة، اللي هي النميمة، واللي هي الحاجة الثانية واللي هي مع الاسف اخيب من النميمة اللي هي النية السيئة. انا اللي غرقان
يكون عنده دائما أي أمل في الدنيا علشان ينقذ راسه. فيجي إنسان من برا يدخل ويدير راسه أنه هو المبعوث من الله، المبعوث من الله اللي جاي ينقذ هذا الإنسان ولا هذه العائلة من هذا الغرق اللي هم فيه، ويبدأ عليهم بالتمسكين وبالنية الصافية، وأنه كل حاجة غادي يديرها سبحان الله العظيم لله تعالى، وأنه هذا الشيء غير باغي يديره لكسب الحسنات، وكل هذا الشيء اللي كيديره هو أصلا علشان يظهر الحق. ولكن مع الأسف أن الله أعطانا هنا شي حاجة اسمها عقل.